بلوم لاعب واحد ولا اتنين، انا كمان بلوم المحترفين اللي هم المفروض يشيلونا، والمفروض ان احنا رايحين اصلا البطوله املنا كلهم في الاثنين ثلاثه اللي حيلتنا. هم اكتر ثلاثه او اتنين، بلاش مصطفى محمد دخله، اكتر اتنين كانوا فاشخيننا طول الماتش. صلاح كل ما الكره تجيله بتتقطع، ولما يجي يباصي بيباصي غلط. مرموش يعني ورك ريت بس هو اللي كان كويس، والضغط كان كويس، ولكن انت كان ممكن يريحنا من بدري جدا لما جاله الانفراد اللي في الاول ده، داخل بيها لحد جوه الجون. راح فين يا اسطى؟ راح فين؟ يتخيل بقى ده لو كان في السيتي وبيب جوارديولا واقف بره بيتفرج عليها مثلا في ماتش مهم او في الدقيقه 90 مثلا، وراح انفراد زي كده وضيعها، كان قعدوا دكه الباقي الموسم ما كانش شماها تاني. تخيل هل لو كان مكانه مثلا كان هيحطها ازاي، تشمعها في ال 90 ولا يحطها لوب؟ هو مرموش رايح بيجري بيها يا اسطى. هتاخد قرار امتى؟ هتشوط امتى؟ حطها اللوب من فوق الحارس اصلا مش هيعرف يعمل لها حاجه. بس سيبك من مرموش عشان هو الاقل في حته ان انا الومه على حاجه. المفروض الاساسي عندي كابتن ليفربول والكابتن رقم 10، اللي الناس كلها بقت بتشوف ان احنا بنتحامل عليه لما بيلعب وحش، او ان احنا بنيجي عليه. عادي يا جماعه، دي كوره وممكن ننتقد، هو مش ملاك. عادي ان احنا نتكلم ونقول ان هو لا، النهارده دي من اسوأ ماتشات اللي شفتها لصلاح في تاريخه، ولا مع بقى ليفربول ولا فيورنتينا ولا روما ولا المقاولين العرب. تقول لي انت شفت اربع ماتشات المقاولين العرب؟ اقول اكيد لا، بس اكيد مفيش ماتش سيء هو قدمه كده. كذا كوره تتقطع منه، كذا باص يطلع منه غلط. اخر كرة في الماتش اللي هي خلاص 1-1 واحنا لازم يعني نوفر عليه نص ساعه اكسترا تايم، ممكن تبصيها الناحيه الثانيه لزيزو وعادي برجلك، يعني برجلك اليمين كان ممكن تحطها يا عم، بوش رجلك الشمال تحطها له، كان خلاص جون 100%. ولكن قرر اغرب قرار ما يطلعش من لعيب دوري مصري، ان هو يشوطها. ويا ريته شاطها حلو، عارف لو شاطها حلو وتصدت يا عم ماشي، انما يا ريته شاطها حلو، ده حتى شاطها زي الزفت.